عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم وياكم الشيف حسين العراقي. طبعا حبايبي اليوم نعلمكم طريقة عمل مقبلات الموز بطريقة سهلة ومواد موجودة بكل بيت. طبعا أول شي حبايبي يحتاج لنا كيلو ونص موز، نكهة الموز وكريم شانتي. طبعا أول شي حبايبي نفرغ الكريم شانتي، نضيف له نص كوب مي ونخلطه لحد ما يعطينا القوام المطلوب مثل ما تشوفون حبايبي. هسه نضيف له ملعقة كبيرة لبن، نخلطه أيضا ويا الكريم، نضيف له نكهة الموز. وهسه نجيب الموز ونقطعه بهالشكل، بعدها نضيفه ويا الكريم ونخلط المواد مثل ما تشوفون حبايبي. وهسه نضيف لها رشة عسل مثل ما تشوفون حبايبي. هذا شكلها النهائي، واتمنى يعجبكم الفيديو. لا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك بقناتنا المتواضعة. اخوكم الشيف حسين العراقي.